النهارده هقدم لكم فنان كبير جدا. لا مش انا اللي هقدمه. والآن المفاجأة الكبرى، قدم لسيادتكم سيداتي آنساتي بطل الأبطال محمد سعد. ده كان أول ظهور للفنان محمد سعد في السينما بفيلم اسمه عليش دخل الجيش. ده كان بطولة يونس شلبي وسعاد نصر. الفيلم ده ساعتها كان محمد سعد عنده 21 سنة، والفيلم ده كان سنة 1989. الفكرة بقى إن أول بطولة مطلقة عملها محمد سعد كانت سنة 2002، يعني بعد 13 سنة من أول ظهور ليه. الفيلم ده كان اسمه الليمبي، واللي اكتشفته جديد إن محمد سعد في فيلم الليمبي كان سنه 34 سنة. أنا كنت بحسه أصغر، يعني هو شقي جدا على ما قدر ياخد اول بطولة مطلقة. وفي خلال ال 13 سنة دي كان بيظهر في اعمال تانية، منهم فيلم الطريق الى ايلات. يعني الراجل شقي جدا على ما ياخد اول بطولة. يعني عندك مثلا كريم عبد العزيز اول ظهور ليه كانت سنة 98 فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة مع احمد زكي. يعني ده كان اول ظهور ليه وهو شاب بعيد عن الطفولة، عشان انا عارف ان هو ظهر فيلم مشبوه قبل كده. بعد الفيلم اللي سنة 98 ده اول بطولة ليه عملها سنة 2000، يعني قعد سنتين بس وعمل بطولة. كان بطولة في فيلم ليه خلتني احبك. بس بصراحة كريم عبد العزيز حالة استثنائية، لان بقية الجيل بتاع محمد سعد كان كلهم كده برضو، قعدوا فترة على ما قدروا يعملوا اول بطولة ليهم، زي علاء ولي الدين ومحمد هنيدي واحمد حلمي. المهم محمد سعد هو بيظهر في فيلم هنا وهناك، بس اهمهم كان مين؟ فيلم الناظر. كان طالع فيه بشخصية اسمه لمبة ليمبو الليمبي. فيلم الناظر ده هو كان فتحة الخير على محمد سعد بشخصية الليمبي، اللي تتحول معاه بعد كده لمصدر رزق كبير قدر يعيش بيه لحد الفترة اللي احنا بنعمل فيها الفيديو دي دلوقتي. شخصية الليمبي من كتر نجاحها بيتعمل لها فيلم باسمها لوحده، فيلم الليمبي. يعتبر دي من اوائل السبين اوف اللي اتعملت في مصر. السبين اوف دي يعني تاخد شخصية من عمل ما وتعمل له عمل مستقل بنفسه. وينجح فيلم الليمبي جدا لدرجة انه بيتعمل له جزء تاني، بس ما بيعرفوش يسموه الليمبي 2 عشان حقوق الملكية، فبيسموه اللي بالي بالك. قال يعني ايه؟ عارف ان ده الليمبي 2، فاهم؟ فيبقى تم استخدام شخصية الليمبي في 3 افلام ومسلسل فيفا قطاطا. الفيفا قطاطا ده اللي بيتاخد منه فيديوهات على اليوتيوب ويتعمل الليمبي في الجاهلية 45 مليون مشاهدة، الليمبي في ثورة 52 خد ملايين. وكأن شخصية الليمبي دي بقت زي النكتة او جحا، اللي هو احنا عارفين كاركتر الليمبي بس حطه في احداث هيضحكنا. الليمبي في تل ابيب، الليمبي ضابط شرطة، الليمبي في البوليس السياسي. طب يا نهار اسود، الليمبي هيخش يقول ايه في السياسة؟ انا من واقع التخيل زي النكت بالظبط. يقول لك مرة واحد صعيدي، مرة واحد اسكندراني، مرة واحد افغاني. انا بص خليتوني ادي امثله كتير عشان الناس اللي بتقعد تقول مالهم اللي نيو دول احسن ناس. ليك فريش يعني دي نكت وانا بدي مثل عادي، لانك انت عندك ستيريو تايب او صوره نمطيه عن الشخصيات دي. فالافلام اللي اتعملت عن الليمبي والمشاهدات اللي بتيجي لحد دلوقتي على فيديوهات الليمبي ده بيدل انها شخصيه ناجحه. الواحد حاسس ان هو بيقول بديهيات. صباح الفل. ومن كتر حب الناس للشخصيه دي بقى في ناس بتقلدها ومشهورين بسببها. مع الاستاذ الجامد الاستاذ محمد سعد، يعني الليمبي يعني الرجوله يعني نوعا. انت مين يا؟ انا مش عارف. فنجاح فيلم الناظر ونجاح شخصيه الليمبي هو ده اللي خلى المنتجين ياخدوا محمد سعد كده ويعملوا له فيلم لوحده بطوله، لان الليمبي بيضحكك في اي حاجه. في الحزن. امال مات ازاي؟ مات كده نزل يمين يعني غلط، يعني مات غلط. بس في سؤال اتسأل بقى ساعتها، هل محمد سعد ينجح لو عمل شخصية تانية غير شخصية الليمبي؟ ايوه طبعا، لان هو بعد فيلم اللي بالي بالك عمل فيلم اسمه عوكل، وده الفيلم اللي رد بيه على كل الناس اللي كانت بتشكك في موهبته انها محصورة في الليمبي بس. ففيلم عوكل ده جه قطعت لي الشرط في البسين، الشرط في الكمين، شك في الكمين، الشك باليقين يا بني ادم. فيلم عوكل ده فيلم كوميدي جدا، وهو كان شايل الكوميديا لوحده في الفيلم. يعني هو عامل شخصية عوكل اللي بتضحك، وعامل شخصية قطاطة اللي بتضحك برضه. عوكل قدم باسمك في مسابقة العمرة وحضرتك كسبتي، ألف مبروك. طب فين ده كسر الشيخ؟ انت بوظتلنا الحلقة خالص يا حاجة. وخلي بالك دي حاجة حلوة جدا ان هو يقدر يشيل فيلم لوحده بكاركترز مختلفة بيقدر يعملها وبتضحك. وبعد عوكل بيعمل الفيلم الأجمد، فيلم بوحة. واعتقد ان الإفيهات اللي موجودة في الفيلم دي كلها مرتجلة من محمد سعد، لأن مفيش كلام بيقوله من غير إفيه. يعني انت فاكر حلقة بلبل حرام اللي اتكلمنا فيها عن الإفيه المرمي اللي بيترمي في وسط الكلام ده؟ اهو الفيلم ده عبارة عن شخص مرمي اصلا من طريقة كلامه. انا الراجل مزواج، ايه مزواج دي؟ ايه بسنين يعني؟ بوز من هنا وبوز من هنا، وطريقة سمعه للأشخاص. مين؟ معانا بناديل هنا؟ مين؟ بقول لك معانا بناديل هنا؟
ده ايه الاطرش اللي بره اللي ما بيردش ده؟ استنى جاي لك يا عم اللي مش سامعني. ورؤيته للبني ادمين. ايه في ايه؟ انت مين؟ انا فرنتينو. فرنتينو مين؟ فرنتينو اللي كان معاك جوه يا راجل. بس برغم ذلك السيناريو بتاع الفيلم ده واضح جدا وممسوك جدا، لان هو شخصيه بوحه وليها هدف ان هو يجيب ورث ابوه، بس في عقبات مخليه مش قادر يوصل للراجل ده اساسا اي سيناريو فيلم المفروض يبقى فيه كده، بس انا اتكيت على الحته دي شويه عشان نحتاجها تاني. وكل ما يبقى فيه عقبات يبقى فيه دراما، وكمان عامل كوميديا. السلام، ده انت مدلعنا يا فنان. ركز في حته القصه دي، قصه حلوه ركز فيها. برغم ان شخصيه بوحه دي ممكن شخصيه مش بنشوفها كتير في حياتنا، يعني صعب تلاقي زي بوحه، بس ممكن يبقى فيه بوحه. باللي عمله محمد سعد ده انا مبسوط يا معلم، انت بتضحكني. واصلا معظم شخصيات محمد سعد كده، احنا مش بنشوف الليمبي كتير ولا بنشوف عوكل منه كتير، بس على قلبنا زي العسل. محمد سعد كان بيصدر الشباك من اول فيلم الليمبي، هو رقم 1 لحد فيلم بوحه، ايا كان قدام مين. يعني اخر فيلم عمله بوحه ده كان متصدر قدام عادل امام، ولكن الفيلم اللي بعد بوحه كان فيلم كتكوت، ودي كان اول مره محمد سعد ما يتصدرش الشباك، ودي يعتبر نهايه العصر الذهبي ده. ليه كده بقى؟ اهلا يا صاحبي، انا محمد عادل، والنهارده هنتكلم عن ايه اللي حصل لمحمد سعد / الليمبي، اللي انا بحبه جدا وبحب افلامه كده كده. فكره ان محمد سعد اسمه مرتبط بالليمبي زي ما كان ميزه ليه في الاول بقى عيب، لان شخصيه الليمبي دي قلت قيمتها من كتر ما بقت مرطرطه في كل حته، وما بقتش تنجح زي زمان. وكان كل ما يبقى مزنوق في فيلم او عمل يعمله كان بيعمل ايه؟ هنعمل الليمبي واحنا لينا غيره. وفي ميزه تانية انا كنت قايلها في اول الفيديو وتحولت لعيب برضه، ميزه ان هو بيشيل الكوميديا لوحده، يقدر يعمل كذا شخصيه في الفيلم وكلهم بيضحكوا، فده خلاه يكرر التيمه دي ويعمل كذا شخصيه في الافلام. يعني هو من بعد فيلم الليمبي بقى بيظهر بشخصيتين في الفيلم باقل حاجه، يعني ده المينيمم. يعني عوكل معاه قطاط، وقبله اللي بالي بالك بشخصيتين، الليمبي ورياض المنفلوطي، وعندك بعد كده كتكوت يوسف خوري، وكل دول كانوا حلوين وشغالين. انما بيجي الاخفاق في فيلم كركر اللي بيكرر فيه محمد سعد انه يعمل 3 شخصيات في الفيلم ده. شفت بيكرر وكركر، ما علينا. شخصيه كركر وشخصيه الحناوي وشخصيه رضا ابن خالته، وشخصيه رضا ده بتعمل دور ست في الفيلم ده عشان تتجوز كركر. انت مستوعب؟ الفيلم ده لو كانت ايامه نتفليكس بتنتج كانت اكيد انتجته. وعلى فكره شخصيه الحناوي كانت بتضحك جدا، ده اللي خلاه مش عارف الله هو انا الناس بتحبني اعمل شخصيات كتير ولا ما بتحبش كده. بس انا شايف ان الناس تحب المنطق. يعني مثلا اللي بالي بالك منطقي ان هو يعمل دورين لان هو هيتحول، فمش هيجيبوا بطل تاني يكمل الفيلم مكانه، فدي قشطه يعمل فيها دورين. مش هو ده المنطق؟ هو المنطق ولا مش هو؟ يوسف خوري فيلم كتكوت برضه منطقي ان هو يعمل دورين لان هو المفروض طالع ان هو شبهه، فدي برضه منطقي ان هو يعمل فيها دورين. هو ده المنطق؟ انت بتذاكر من ورانا ولا ايه؟ فيلم عوكل مش منطقي ان هو يعمل فيها دورين، بس الشخصيه نجحت فعشان كده عدت. شخصيه قطاطه دي بتضحك جدا فعشان كده الناس تقبلتها. انما فيلم كركر 3 شخصيات بدون داعي، كان ممكن ممثلين تانيين يعملهم، اللي هو مفيش حد هيمثل غيري هنا، حركات محمد رمضان دي في مسلسلات رمضان ليه؟ هو زي ما انا قلت بيشيل الكوميديا لوحده، فده حاجه وحشه لان هو اصبح كمان يعتبر غير ان هو ممثل تقريبا يعتبر هو مخرج الاعمال دي او المؤلف بتاعها. كركر احلى حاجه فيه شخصيه الحناوي بس، ففيلم كركر ده سيء جدا. انما في افلام تانية بره العصر الذهبي ده حلوه، زي كتكوت اللي احنا بنقول عليه عمل يوسف خوري، حلو كتكوت ده بيضحك. ما دام كده ميت وكده ميت يعني هخاف من ايه؟ تخاف من ايه؟ خاف من ايه؟ تخاف من ايه؟ من ايه؟ من ايه؟ انما بعد كده الليمبي 8 جيجا وتتح وبوشكاش اللي كان من غيره ما كانش يبقى فيه فيسبوك خلاص. موضوع على الفيسبوك حزنانين عاملين نعمل اكتات سات بس، لان فيلم بوشكاش ده هو كل الميمز معموله من فيلم بوشكاش حتى مشاهد الجد. بس الافلام دي ما كانتش بتجيب ايرادات كبيره جدا، ومنهم افلام جابت ايرادات قليله خالص. كان اقل فيلم ليه ايرادات كان فيلم بوشكاش، رغم نجاحه على السوشيال ميديا. فعلا الافلام اللي بعد العصر الذهبي دي فيها افلام حلوه جدا، بس ما يدخلوش الناس السينما. ان انا متوقع الافيهات. الليمبي 8 جيجا هو الليمبي اللي احنا شفناه مرتين قبل كده، فانا عارف افيهاته خلاص متوقع. ضحكنا المره الاولانيه بفلوس، فمره الثانيه نشوفها على التلفزيون بقى، يعني مش هننزل مخصوص. واعتقد ان محمد سعد محتاج سيناريو حلو، لا سيناريو حلو بعيد عن الكوميديا خالص. يعني هو يجي له فيلم كده لوحده، الفيلم حلو، وبعد كده بقى هو عايز يعمله كوميدي يعمله، لان انا واثق في كوميديا محمد سعد. انما الفيلم نفسه كقصه لازم يكون حلو قبل ما يكون فيه كوميديا، لان الكوميديا بدون قصه هتقلب باستظراف، الا في حالات استثنائيه دي بتبقى طفرات كمان. وفعلا هو لو جاله قصه حلوه هيقدر يعمل منها كوميديا، يعني حتى لو كح بس هيضحك، لان هو دمه خفيف واحنا بنحبه. يعني محمد سعد بيضحك بجسمه كله اصلا. محمد سعد اضاف للكوميديا حاجات جديده ما شفناهاش لا من عادل امام ولا من حد قبل ولا سمير غانم. الحركات بهلوانيه خطيره جدا، بتفكرني بتوم وجيري، واصبح جسمه بيشكل حاجات
في كل مرة تشكيلات غريبة أنا ما شفتهاش من حد خالص. واعتقد لحد دلوقتي محمد سعد ما استخدمش كل امكانياته. محمد سعد عمله ده واحد على مليون من الامكانيات. يعني لسه الناس مكتشفه قريب من فيلم الكنز ان هو بيقدر يعمل دراما او مشاهد جد، مع ان هو من ايام المعهد بيعمل حاجات دراما، والمونولوج اللي قدم بيه في المعهد كان دراما. وشفتاه الجبانتان هربة من لونهما، ونفس تلك العين، نفس تلك العين التي رمقة منها تروع العالم فقدت بريقها. صاح ويا للأسف، نويني شربة ياتيتيني أسكى الصبية المريضة. فمش صعب عليه الدراما يعني لما جات له في فيلم الكنز. وعلى فكره في جمله كده قالها في فيلم الكنز مناسبه جدا للفيديو ده. ولو اخترت غلط اعرف انك مختار غلط وما تكبرش عشان تعرف تصلح الغلط. فهمت؟ نتعلم من الغلط. لازم يبقى فيه تطور. يعني بدل ما احنا كنا بنعمل افلام السيناريو بتاعها مش احسن حاجه وبتقول ان انا هعتمد على نفسي وهحسن منه، دي حاجه مش حلوه، لان هو بتحط ضغط عليك كبير جدا انت المفروض ما تتحملوش. تتحمل بس الكاركتر بتاعتك، حاول تخليه احسن حاجه، وسلم نفسك لمخرج كبير جدا زي ما عمل مع شريف عرفة في فيلم الكنز، كان اداؤه عظيم. فيلم الناظر اصلا كان اخراج برضه شريف عرفة. فانا شايف ان محمد سعد محتاج يسلم نفسه لمخرج وسيناريست، لان انت لما تفكر في حاجات كتير جدا ده هيشتت تركيزك. في مشكله عندنا في مصر ان النجوم بيبقوا هم زي مخرجين العمل، مش زي امريكا بره. يعني النجم يبقى هو المخرج، ممكن يتحكم في السيناريو، يتحكم في مشاهد اساسا، يتحكم في حركه الكاميرا، وده عيب شويه وبينجح ممكن مع ممثلين تانيين، بس مش كل النجوم عندهم هذا الفكر، ومش مطلوب من النجم اصلا ان هو يكون بيعمل حاجه زي كده. والحاجات دي بتتعمل بالاتفاق ما بين الممثل والمخرج، ما ينفعش الممثل يبقى مسيطر قوي، وده بيبقى اول وقوع على النجم ان هو يبقى قايم بدور المخرج او مسيطر على كذا حاجه. وقوع للنجم وقوع للمخرج برضه، والا بقى لو انت مش عاجبك المخرج ده ما تشتغلش معاه من الاول اصلا. وانا شايف ان مش محمد سعد بس هو اللي اسهمته وقعت، او هو بس اللي الكوميديا بتاعته ما بقتش تضحك. انا ملاحظ ان معظم النجوم دلوقتي مش قادرين يعملوا افلام بقوه الافلام اللي عملوها في الاول، وان هم يعملوا افلام اصلا نسبتها قلت، يعني ما بقوش يعملوا افلام كتير. بس اللي مخلي محمد سعد مش ملحوظ قوي ان هو بيعمل الحاجات دي والناس متوقعاها، مفيش جديد في الفيلم، ومعظم التريلرز بتوع افلامه بتبقى مش حلوه. يعني مثلا تريلر زي فيلم تحت الترابيزه ده، مين هيخش؟ حضرتك المدام؟ لا انا مش المدام، ولا حد واخد باله مني. انا ايه وان الناس ملاحظه ان هو كل الشخصيات اللي عملها زمان بيعملها دلوقتي. يعني شخصيه الحناوي عملها في الاكسلاند، شخصيه قطاطه في عوكل عملها في مسلسل فيفا قطاطه، والرياض المنفلوطي في فيلم تك تك بوم، وتتح في فيلم حياتي متبهدله، وعمل شخصيه بوحه في برنامج وش السعد، وهو حاليا بيعمل بيها كذا مسرحيه برضه شخصيه بوحه دي. فانا كفاني محمد سعد انا عايز اشوف فيلم، انا عايز اشوف فيلم كده حلو، فيلم نفسه قصته حلوه، والكوميديا دي انا واثق فيه ان هو هيضحكني، بس الفيلم نفسه يكون كده في المود بتاع اللي ورا ده اللي هو الظهر، في ايه، يكون السيناريو نفسه عمود الفقري بتاعه حلو تقدر تظبط فيه. وعمرنا ما هننسى الفنان محمد سعد، لان هو احنا على طول بنستخدم افيهاته لحد دلوقتي. يعني مثلا فيلم بوحه ده قنبله افيهات، ومحمد سعد عنده قوه ارتجال في اي حاجه. يعني هو بيغني اغنيه لمي عز الدين بتاعت كل كوم دي، قال لها في الاخر بحبك يا كوت، اقتل امك وانزلي. اللي هو فكر فيها ازاي، دي موهبه عنده كبيره جدا، بس الفكره ان هو نجم، فالنجوميه عايزه لها اداره، هو بس محتاجها دي. انا كنت صغير لما كان بيعمل افلام ما لحقش يدخل السينما، فاتمنى ان هو يعمل فيلم جامد جدا يخلينا نقدر ندخل السينما تاني. وده اللي حصل مع الفنان محمد سعد، ان التكرار بيعلم الشطار، والشطار حاليا هنا هو احنا، لان احنا بقينا عارفين ان النكته مكرره، فتعلمنا ان احنا مش هنروح ندفع فلوس، مستنيين بقى الحاجات الجديده بقى. والكل بدايه نهايه، ولكن الموهبه ما بتنتهيش. بس للاسف الفيديو ده هو اللي انتهى، فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وتروح تشوف الفيديوهات اللي فاتت، تفعل زر الجرس وتشوف الفيديوهات الجايه، يجيلك جرس كده تين نزل فيديو جديد، فهتقوم داخل تتفرج. ونزل فيديو كل يوم حد، والى اللقاء.